جماعة النهارده هكمل واعمل جايزة الحذاء الذهبي هتبقى عالمية قوي بجد. واول حاجة جبت الستارز رشيته ذهبي من كل حتة وسبته ينشف خالص، وبعدها جبت صنفرة ناعمة علشان الفينش ما كانش احسن حاجة فصنفرته كله تاني وهرش وش كمان وكده هيبقى اجمد بكتير. وبعد ما رشيته كان يجي منه بس قلت اتفزلك واحط ورنيش شفاف علشان يلمع اكتر وسبته ينشف وهنشوف هيبقى عامل ازاي. والقاعدة اللي كنت عاملها كانت صغيرة جدا ومش هتنفع فعملت قالب من علبة الوان ودهنته زيت وصبيت فيه جبس تاني، والمفروض ان المقاس ده هيبقى مظبوط ونسخة من الاصلية. وبعد ما القالب نشف فكيته وشلت كل الزيادة الاول بسكينة معجون وسخنته كويس، وجبت كل انواع الصنفره وعملته من كل حته وحاولت اخلي الزوايا كلها مظبوطه ويبقى ناعم. وعلشان اعمل شكل الرخامه اللي مستخدمينها في الجايزه قعدت اخبط بفرشتين فيهم اكليريك ابيض علشان اعمل نقط صغيره كتير. وجبت حته دهب خدت منها حته صغيره اللي بتكون في الزاويه وفيها اسم اللاعب. والستارز بعد ما نشف النتيجه طلعت زي الزفت فرشيته جولد تاني علشان يظبط، بس طلع جامد المره دي. سبته شهرين ينشف خالص، واخر حاجه شربتها شويه ميه واستنيت لما الميه نشفت وطلعت عالميه بجد. دي كده النتيجه. قولوا لي اعمل جايزه ايه الفيديو الجاي، وعايز اعرف رايكم بجد. وفول لاك